بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم ان شاء الله لما الخير يعم على الجميع باذن الله. احنا النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه زي ما عودناكم في كل فيديو ان شاء الله. في كل حلقه حاجه جديده مفيده، افكار جديده كلها سهله وبسيطه وببلاش في مكانك على السطح في البيت. عندي حاجات ما بستخدمهاش اطلعها واستخدمها واعيد استخدامها تاني مع الارانب البلدي. الارانب البلدي ممكن نربي معاها اي حاجه، مثلا الفراخ اهي. احنا جبنا فراخ بلدي، تعالوا بقى نتعرف ازاي نجيب فراخ، وايه مواصفات الفراخ الكويسه، ونجيبها منين، وازاي نجيبها العمر اللي احنا عايزينه. دي طبعا فراخ بلدي بياضه، انا جبتها علشان انا عندي اطفال يعني وكده ومحتاجه البيض. في ناس مثلا ممكن تجيب كتاكيت من الاول خالص وتربي، صح؟ انما انا ان شاء الله باذن الله جبت دول كبار بيبيضهم كل يوم، مثلا اخد منهم البيضه علشان الاطفال. في ناس ممكن تجيب الكتاكيت من عمر مثلا يوم. في ناس بتجيب الفراخ الصغيره الكتاكيت، لها تحصينات، لها ادويه، لها حاجات كتير علشان ما تتعبش مني وما اجيبهاش الوقت المناسب. لان انا اجيب الكتاكيت الصغننه دي في الجو ما يبقاش لا برد ولا حر، لانها ما هتتعب مني. لها تحصينات صغننه كده، ادويه عباره عن حبايه كده كبسوله بتبقى فيتامينات وحاجات معينه كده. ان شاء الله هجيب لكم اسمائها باذن الله وهقول لكم عليه. انما احنا جبنا، انا عن نفسي انا جبتهم كبار بيبيضوا. ممكن في ناس برضو ممكن يجيبوهم عمر مثلا شهر شهرين يبقوا كبار شويه، يعني ما ياخدوش معايا علف كتير، علشان طبعا انتوا عارفين ان الاعلاف كتيره وغاليه. الاعلاف كتير، انواع كتير طبعا، في بادي وفي التسمين وفي للفراخ البياضه وفي ان انا اسمن الفراخ الصغيره. كل حاجه لها سعرها، لها مميزاتها ولها برضو عيوب. طب انا عندي مثلا ايه انواع الفراخ اللي انا اجيبها؟ في فراخ بلدي، دي بلد الاصلي. شايفين البلد الاصلي بتبقى رجليه صغيره كده وراسه بتبقى صغيره، حجمه حقر، ما بيبقاش كبير قوي، يعني كيلو ونص 2 كيلو بكتير قوي. انما الفراخ اللي بتبقى هجين، في فراخ هجين، في فراخ بلدي، في فراخ بيضه، في فراخ برضو حمرا. الهجين دي ما بين البلدي والبيضه، بتبقى حمرا، بتبقى مثلا رجلها طويله شويه وراسها بتبقى راس الديك فيهم، والفرخه بتبقى كبيره شويه، بيبقى حجمها كبير، وزنها بيزيد عن 3 كيلو كمان. في فراخ البيضه طبعا كلنا عارفين الفراخ البيضه بتوصل حجمها لاوقات ل 4 كيلو، تبع العلف اللي بتاكله، تبع الفتره اللي انت سايباها عندي. ممكن اجيب الفراخ البيضه واربيها في البيت، ممكن اجيبها واعمل لها دفايات واظبط لها المكان لانها مناعتها قليله. انما الفراخ البلدي ده اهي الاصلي الصافي ده اهي بتبقى المناعه بتاعتها قويه شويه. فاحنا دلوقتي بنشتري الفراخ، بنشتريها ايه؟ عايزه بلدي ولا هجين ولا ابيض؟ انا في انواع زي ما قلت لكم، الثلاث انواع دول. الانواع البلدي، تعالى نمسك حاجه. البلدي بيبقى معروف راسها صغيره ورجليها كده بتبقى قصيره ورفيعه. طبعا معروف طبعا الفرخه البيضه بيبقى شكلها ايه. دي فرخه بلدي اصلي اهي وبيبيضوا بسم الله ما شاء الله. هنقول بقى في الحلقات الجايه كل يوم هنقول حاجه بتخص الفراخ ان شاء الله. طيب انا بربي الفراخ مع الارانب، ينفع اربي الفراخ مع الارانب وينفع اربيها مع الحمام عادي، مش هيأثروا معاهم ما دامت الارانب بلدي وعندي العلف بتاع الارانب والعلف بتاع يعني انا حاطه علف للارانب اهو، وحاطه علف للفراخ، وحاطه برضو اكل من البيت، يعني اي فضلات الخضار، فضلات الفاكهه، كلت وفي شويه رز فايضين صغننين مثلا ما رموهمش حرام، الفراخ هتاكلهم. كل حاجه بتفيض عندي بتبقى مفيده ومهمه. ابى احط ايه للفراخ في الميه بتبقى ميه عاديه خالص في الاول، بشويه فيتامينات، شويه كالسيوم، الحاجات اللي هي المفيده علشان الفرخ اللي بتبيض زي ما قلنا اللي بتبيض دي محتاجه كالسيوم. ليه؟ لان البيض بيسحب من الكالسيوم في جسمها. طبعا الارانب احنا استفدنا فيها، هنجيبها برضو من الاول خالص ان شاء الله مع بعض. اهي الفراخ زي ما انتم شايفين، اكل وشرب، ممكن ياكلوا بالليل ياكلوا بالنهار في اي وقت. بالذات الفراخ بتاكل، ممكن تاكل بالليل طول الليل، تقعد تاكل عادي مفيش اي مشكله. لو في لمبه في المكان اللي انا بربي فيه، اسيب اللمبه مفتوحه لهم، هياكلوا من طول الليل.
وممكن الارانب زي ما احنا اوقات نطفي برضو النور للارانب، ممكن نطفي النور للفراخ برضو. ممكن نسيبهم لو انا عندي مثلا كتاكيت صغننه وعايزاها تكبر، بحط لها لمبه صغننه. هجيب لكم كل الحاجات دي باذن الله، وان شاء الله هنتكلم فيها. هجيب من اول عمر يوم اجيبه ازاي واربيه ازاي، واحط له تحصينات ايه في الميه علشان ما يتعبش معايا، واكبره لحد ما يبيض عندي. انما احنا معلش احنا اختصرنا الطريق وجبنا فراخ بتبيض عشان احنا محتاجين البيض. الفراخ طبعا زي ما قلنا بنحط لما يبقى عندي اي تعب للفراخ ان شاء الله نمسك برضو الامراض اللي بتصيب الفراخ والحاجات اللي ممكن تجي لهم في البرد وفي الشتاء، ونمسكها حاجه حاجه كده، ونجيب الادويه بتاعتها واسماء الادويه بالظبط اللي تنفع للفراخ البلدي واللي بتنفع للفراخ البيضاء وبتنفع للفراخ الهجين. هجيبها لكم بالتفصيل باذن الله، حلقات كده مسلسله زي ما وعدتكم ان شاء الله. مع بعض كلنا لازم نكسب من البيت، نشغل وقت فراغنا في ان احنا نجيب 5 فرخات، 5 فرخات وديك زي ما احنا عاملين كده، 5 امهات ارانب بلدي وذكر. الحاجات دي كلها حلوه مهمه مفيده في البيت. عندي اكتفاء ذاتي في البيت. الفراخ كويسه جدا، البيضه حلوه، البيضه البلدي بتبقى حلوه مفيده للاطفال، ومفيده حتى لو في ستات حوامل او في ناس ستات كبيره او رجاله كبيره في السن. الحاجات دي بتبقى مفيده لهم جدا في البيت، والحاجات دي بتبقى طبعا باسعار غاليه، فانا بجيبها واستفاد منها في البيت. بجيب واربي مثلا، بجيب في ناس بتجيب بال50 كتكوت لو امكانياتي بتسمح صغننين، وابدا اربيهم من الاول، اجيب لهم العلف بتاعهم النامي الصغنن، وبعد كده اكبر واحده واحده مع مراحل العمريه بتاعتهم. ان شاء الله هنمسك ازاي ان احنا نشتري. لازم نشتري من مكان يكون كويس. السوق حتى في ناس بتبقى في السوق، في ستات بتبقى قاعده كده في السوق عندهم معاهم الفراخ الصغيره اللي هي عمر شهرين. عمر شهرين دول كويسين جدا برضو، ممكن اجيبهم واجيب لهم علف، ومش لازم علف على طول زي ما قلنا، هي طقه واحده علف، وبعد كده اديهم الاكل اللي موجود عندي في البيت ما دامت فراخ كبيره. انما الفراخ الصغيره ما ينفعش اديهم حاجه من البيت الا لما يبداوا يبقى عندهم مثلا شهر ونص. بعد كده ابدا اديهم الحاجات بقى زي ما قلنا، الرز، بواقي الخضار، بواقي الفاكهه، بواقي سمك. الحاجات دي بتبقى مفيده جدا وحلوه جدا للفراخ. او غله مثلا، في ناس بتشتري الغله وبتحطها لهم. الحاجات دي كلها مفيده جدا لهم، مفيده للفراخ، ومفيده برضو لو في عندي بط. ان شاء الله برضو هنتكلم عن البط لو محتاجين، او حد سأل في التعليقات وعايز يعرف ازاي نربي البط برضو في البيت، وازاي ان احنا من ممكن اوضه صغيره نحولها. شايفين بسم الله ما شاء الله المنظر بديع وجميل ازاي. الفراخ بتاكل والارانب بتاكل، ده له اكل وده له اكل، وده له نظام ولا له نظام، بس احنا ممكن نعملهم مع بعض عادي، مفيش اي مشكله ما دام انا عندي اوضه ممكن تساعد ده وده. الارانب البلدي ميزتها وحلاوتها انها بتربى معاها اي حاجه، وبتاكل برضو اي حاجه. يعني شايفين تعالوا كده، الارانب بتاكل من اكل الفراخ اهو. يعني انا ما بتكلمش كلام من عندي، الارانب البلدي رايحين على الاكل اللي من البيت وبياكلوه اهو. شايفين بياكلوا الخضار اهو، بقى الخضار اللي انا جايباه وحطاه لهم اهو. يعني الارانب البلدي ممكن اربيها باقل تكلفه عندي، باقل حاجه زي ما قلنا نربي باقل الامكانيات، باقل الامكانيات نهتم بيهم ونطلع منهم انتاج، نبيع، ناكل، نشرب، نهادي الناس، مفيش اي مشكله. نهادي حبايبنا كلهم ان شاء الله مع بعض باذن الله. الفيديوهات الجايه ان شاء الله استنوني، فيديوهات كتير باذن الله. كل يوم هنقول حاجه جديده في الفيديو، كل يوم هنقول طريقه بسيطه سهله نربي بيها فراخنا، ارانبنا، بط برضو. ممكن في ناس بتجيب وز صغنن اللي هو الاخضر الصغنن لسه صغنن ده ممكن اجيب، بس زي ما قلنا ان انا اختار الوقت المناسب لان انا اشتري الحاجه الصغيره دي. يعني مثلا في تربيه الارانب احنا بنقول الولاده لازم ندفيها، والارنبه لازم ترضع ولادها، لا الفراخ بقى والبط الصغنن لازم يكون المكان له متدفي، يكون المكان له مناسب، الجو له مناسب برضو. ما اروحش اشتري في شهر واحد في عز السقعه اشتري فراخ صغننه كتاكيت، هتموت مني. ما هو لازم هتموت، لازم اوفر لها المكان واهيئ لها المكان المناسب علشان تبقى متدفيه ومتغذيه كويس، تاكل كويس وتتدفى كويس علشان اخد منها اعلى انتاج. يعني مثلا جايبه 50 فرخ صغنن، طب هو مين هيفضل معايا كام يعني؟
في البرد الجامد ده اجيبه بقى قبل البرد شويه، ابدا اكبره شويه عشان يستحمل معايا بعد كده. دي فكره برضو جات لي وانا بتكلم اهو. ان شاء الله هنعمل عنها فيديوهات كتير ان شاء الله، وهجيب لكم الاشكال. هجيب برضو شويه فراخ صغننه كده كمان واحطهم مع دول ان شاء الله، يعني نكبر كده مع بعض ونخلي المكان كله جميل بالارانب وبالفراخ، وممكن برضو بالبط. دي سهله. هو البط مشكلته بس ان هو ممكن يوسخ المكان قوي، انما الفراخ مش بتوسخ زي البط. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم وينال اعجابكم، كن دايما عند حسن ظنكم. النهارده جبنا الفراخ وريتها لكم اهو. كل يوم هنعمل حاجه جديده مع الفراخ بقى والارانب. الارانب مثلا هندخل في الامراض بتاعتها، في الجس، في التلقيح، في ان احنا نعزل الذكر ازاي، ونقول افكار كتير. الفراخ برضو ان احنا نديهم تحصينات ايه، ناكلهم ايه، نشربهم ايه، نديهم ادويه ايه لو تعبوا معانا. ممكن في ادويه هتنفع لدول مع دول ولا لا. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن كل ده باذن الله باستفاضه. استنوني الايام الجايه ان شاء الله، هتبقى ايام جميله وفيديوهات جميله مع الفراخ والارانب في قناتكم ارانب الخير في كل بيت. اي اخت من اخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على التليجرام ارانب الخير للسيدات على رقم الشخصي من 010 6281593. اي حد يحب يحجز سلالات اعلاف بطاريه ادويه على رقم الحجز 010 646697771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا باذن الله. استنونا فيديوهات جايه كتير، نستفادوا كلنا والخير يعم في بيوتنا كلنا باذن الله.